الخير عليكم. راحوا معايا في المطبخ تاعي نحضروا دي بانكيك على شتان. بسم الله. الوصفه تاعنا اللي هما البانكيك بلا فارين دو شاتان ولا فارين دو ري. لا شاتان هما كما عارفين هذاك الكستناء اللي هو كل بلوط الماغون، وال لو ري يعني الرز، دقيق الرز. نكونوا محتاجين 30 غرام فارين دو شاتاني اللي انا شريتها كي من هاك، فارين دو شاتان. تكونوا محتاجين 30 غرام فارين دو ري اللي هو رز، يعني دقيق الرز. ممكن نتوما تاخذوا الرز وتطحنوه في الطحانه تاع القهوه. 30 غرام لبن، انا اخذت لبن نباتي، انت ممكن تعوضيه بلبن حيواني. ملعقتين قهوه سكر تاع جوز الهند، ممكن تعوضيه باي سكر عندك او عسل. وانا اخذت ملعقتين لوز، ملعقتين قهوه لوز، بس هذا يعني اختياري، ماكش باغيه تحطيه ما تحطيهش. واحده بيض، لازم نفصل البياض والصفر والبياض. وربع ملعقه قهوه خميره للحلويات. انا اخذت هاد لا بودغا لوفي سون فوسفات. فوالا، يلا بسم الله. غادي نبدي نخلط كل المكونات مع بعضها. نحط صفر البيض، نحط سكر جوز الهند، نحط 30 غرام تاع دقيق الشاتاني، 30 غرام تاع دقيق الرز، نخلطهم مع بعض. ونزيد عليهم 30 غرام تاع لبن نباتي، بس انتم نجمو تعوضوها بلبن حيواني لو راكم ما عندكمش لبن نباتي. نخلطوها مليح. نزيد عليها انا هذا اللوز، بصح انا برك اختياري، ما بغيتيش تحطيه ما تحطيش. ونحط عليها ربع ملعقه تاع خميره كيماويه. ومن بعد نجي ناخذ البيض تاعي هذا نطلعه، يعني بلونيج يكون زي الثلج كي من هكاك يطلع. ومن بعد نجي نحطه للخليط تاعي ويكون جهز معايا. طبعا انا هاد الريغوسات نجربهم في البيت شحال من مره، نجرب حتى نلقى الوصفه المليحه ونعطيها لكم. كيما دروك درت 30 غرام كيما قلت لكم حليب. تنجمي تروحي من 30 لحد 50، فانا زدت 20 غرام حليب كيما راكم تشوفوا، حتى تدي لك لهذا القوام تاع العجينه، ماشي طريه بزاف وماشي ناشفه. وغادي نزيد فيها ربع ملعقه تاع خميره اللي كنت وريته لكم، ونخلط ونحط عليها بياض البيض على مرتين. نحط النص ونخلطه مليح، والزاوج نخليه خفيف ما نكسروش. يلا بسم الله. فحطيت نص البياض الاول وغادي نخلطوه مليح مليح مليح. ونزيد عليه النص اللي راه باقي، والبانكيك تاعنا يكون جهز. البول راه يلعب مني، راه يهرب باسكو راني شاده لاباري بيد. يجو بنان بزاف هاد لي بانكيك. ننصحكم تجربوهم، حاجه غنيه للاطفال. انا ولدي اياد يبغيهم بزاف، ندير عليهم شويه عسل ولا سيرو ديغاب ولا سيرو داغاف اللي عندك. والناس اللي راهم باغيين يحافظوا على صحتهم كيما انا ندير الرياضه ونبغي ناكل حاجه صحيه، دونك ما نديرش دائما هذاك الفرينه البيضاء دقيق البيض. وثاني الناس اللي راهم باغيين يعني اكل ما فيش جلوتين، على خاطرش مساكين مرضى ما يستحملوش الجلوتين. دونك فوالا، غير بشويه ما نكسرش هذاك البيض ونجو نطيبوهم مع بعض. راني ديت شويه من زيت جوز الهند، هو صحي حاجه يعني مفيده للجسم. غادي نحط غير شويه كما شفتوا، غير هاد شويه، يعني هي المقله اصلا مغطيه يعني بطبقه من الرخام. المغبغ حاجه هايله، ما تلصقش خالص الاكل، وطيبوه بالراحه ما ينحرقش منك. فانا يعني زيت جوز الهند غير للطعم والفوائد اللي فيه. ونجي ندي من هذا الخليط تاعي ونحط
نصنع بانكيك صغير. هاد الوصفه نورمالمون دير لكم 4 تاع البانكيك. فوالا ونخلوها طيب. فوالا كيما راكم تشوفوا معايا، قراو حتى الثقب هذه تبان وتجو تقلبوها بيد واحده ماشي سهله. هذه تحمرت مني شويه، صح. انا فاصون نبغي البانكيك لي بيسكوي لي بتي غاتو كاع نبغيهم شويه كراميليزي. انت لا كيبغيها تخليها شويه بيضاء تخليها شويه بيضاء، كيما هذه الاولى اللي درتها خليتها شويه بيضاء. انت لك الاختيار، بصح انا نبغي نحمرهم. هما البانكيك نتاعنا وجدوا. دروك من بعد زينيهم كيما راكي باغيه، بالعسل، بالسيرو ديغابل. انا اختاريت سيرو ديغابل بيو، بالسيرو داغاف. هنا راه عندي سيرو داغاف او فروي روج مع بلي ميرتي ولي بيسكوس. اي حاجه، باللوز بالكراميل، اي حاجه عندك. غادي انا عندي هنايا لي بلوبيري اللي هما لي ميرتي، غسلتهم طبعا راهم مغسولين. فنجي نحط عشان هي حاجه مغذيه. عندي هنايا مجمد توت اسود وفراوله، توت الكحل والتوت الاحمر والفراوله والسيريز. فوالا مع هو حامي، غادي هاد الفواكه غادي تذوب فيه. وغادي نحط عليه سيرو ديغابل، انا نبغي بزاف السيرو ديغابل. نحط عليه شويه تاني لي بيت goji. Alors, vous pouvez mettre dessus un petit peu sirop d'agave rouge aussi. راحوا معايا نشوفوهم من الداخل كي دايرين. يجوا المفروض روعه، عارفين شو ولا روعه؟ روعه. فوالا وبنيه كما راكم تشوفوا، لا فابور راهي تخرج. فوالا راهم سخونين حاميين، شوفوا من الداخل كي شابين، حاجه صحيه بزاف. و ذوقوا العجينه من تكون خضراء سبحان الله. هذيك لا فارين دو شاتين مره اون فوا طيب، هذيك المروريه كاع تروح سبحان الله. فخلوا عندكم هذيك لا كوريوزيتي باش تذوقوا الحاجه قبل ومن بعد. Allez, moi je vais goûter. سلامة، نخليكم في امان الله.